الفرق ما بين القبضه الواسعه والقبضه الضيقه تقريبا زي ما قلنا على جهاز التي بار. هنشرحها تاني بشكل مبسط. انا اول حاجه براعيها على الجهاز ده ان انا بتني الركبه اهو، تاني الركبه. ليه؟ عشان افصل العضلات الاماميه وافصل عضلات الرجلين خالص من التمرين. نفس الكلام الحوض هيتفصل عن طريق التاني ده، يبقى هو مش موجود معايا خالص. ليه؟ انا عايز كل اللي يشتغل معايا فقط ان انا بعمل فرد للمرفق او فرد العضلات العضد واعمل ليها تاني. يبقى فردت العضد ورجعت تاني. ليه؟ علشان العضلات بتاعت اللاتس اللي انا هشتغل عليها في القبضه الضيقه نهايتها فين؟ في الهيومريز او في العضد. تمام؟ تمام. امسك كده. لا خلي بالك زي ما هو فوق زي ما بس كده. هعمل استرتش كامل ميل سن لقدام. استرتش كامل تاني. طيب العضلات قلنا بتاعت اللاتس دي قلنا اللي هي بتبدا من كذا منطقه، مش منطقه واحده، ليها كذا بارت. يعني قلنا ان هي واخده من حرف الحوض اللي هي كريست، واخده من الثراكو لامبر فاشا النسيج ده، واخده من الفقرات الصدريه من تي 7 والتي 12، واخده من الريكس من الضلوع من 9 ل 12. كل ده عضلات اللاتس، كل ده عضلات الماجنس، عضلات التسمس دورسي، كلها راحت هنا اهو عند العضد ده، كلها راحت عليه. خلاص؟ يبقى انا لازم اعمل استرتش كامل ليها من تحت عشان اعمل لها ايه؟ دي عمليه اي سنتريك تريننج، عمليه التطويل. ارجع اعمل انقباض، اقفل. بس لو انا عايز فقط استهدف عضلات اللاتس بقف لغايه جذعي فقط، بقف لغايه جذعي فقط. ابتديت اخد الوزن واسحبه لغايه السره اللي هياخد من هنا ويكمل عضلات البوستيريور دلتويد او الكتف الخلفي. خلاص؟ يبقى انا عايز بس اللاتس. برضو انت عايز ايه؟ انت عايز ايه من التمرين؟ ركز معايا، قرب مني شويه. افرد، ارجع تاني كده بس كده. بص اهو، بص حتى لغايه هنا لاتس، قرب اسحب. بص بوستيريور لاتس لغايه الجذع، بوستيريور لغايه السره. تمام؟ بص يا شباب، نيجي بقى للمسكه الواسعه. كل ما بوسع مش بركز على العضلات او مش بعرض الظهر. انسى الكلمه دي من قاموسك. انا مسكت واسع هنا، ابتديت اعمل حاجه اسمها هوريزونتال ابدكشن. هوريزونتال ابدكشن دي اللي هتعملها ايه؟ عضلات البوستيريور دلتويد، عضلات الكتف الخلفي. وخدها مقياس في اي حاجه. مسكت البار وانت بتلعب بنت اوفر واسع، عضلات البوستيريور. خلاص؟ لعبت على التي بار واسع بوستيريور، يبقى ده مقياس لاي حاجه واسع. وايدك اتعملت بالمنظر ده اللي هو الناتشرال. خلاص؟ يبقى كده عضلات الايه؟ البوستيريور تشتغل. او اشتغلت كده بالطريقه اللي هي بتاعت ايه؟ البرونيشن. خلاص؟ يلا بينا. اسحب على الصوره. بس اهو زي ما احنا قلنا. خلاص؟ افرد. يبقى هنا قلل جهد على اللاتس وابتدى يستهدف معايا او يشتغل معايا اكتر ايه؟ عضلات الكتف الخلفي او بوستيريور. وريني تاني كده، ركز في التمرين هنا. ايوه جيد جدا. وهنا اشتغل معانا عضلات الميدل ترابيزيس. الميدل ترابيزيس ليه؟ لان في علاقه بين قلنا الكتف ولوح الكتف. لازم لما بعمل حركه بالكتف لوح الكتف يشتغل معايا. فانا هنا لما عملت هوريزونتال ابدكشن اتعمل معايا ايه؟ اتعمل ريتراكشن للوح الكتف. العظمتين بتوع الكتف قربوا من بعض، فعضلات الميدل ترابيزيس اشتغلت معايا وساعدتها عضلات الرومبويد. تمام؟ يبقى انا هنا تبعيد، افرد للاخر المرفق، نفس الكلام، وارجع اقرب هنا الكتف الخلفي اللي استهدف معايا واللي اشتغل والميدل ترابيزيس. تمام؟ وريني بقى. يبقى كده عرفنا الفرق ما بين الواسكه الواسعه والضيقه. ايه تاني ممكن نقوله؟ لايك وشير عشان تفيد غيرك. اقفل يا ابني.